أرى أني مؤتمن على برنامج الرئيس من جهة، وأرى مولي على أني مؤتمن على أخوتي وأهلي في طينطان، المقاطعة اللي تعتبر هي رقم واحد من ناحية السكان ومن ناحية النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة. قررت أن نترشح من حزب الإصلاح. الفقر هو اللي يؤدي لانحطاط التعليم، وانحطاط التعليم هو اللي يؤدي للفقر. قد يطرح هذا السؤال من فترتك وزير ايش عدرت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا اسمي محمد غالي المشتري أحمد البرمة، من مواليد الحوض الغربي في إطار مقاطعة الطينطان ووزير سابق. اعتزلت السياسة منذ فترة كبيرة جدا، يعني مشيت عن الحكومة 2005 واشتغلت ببعض التكوينات وبعض النشاطات الخصوصية، وليس تفريط مني في الوطن ولا في مشاكله، وإنما ما أكثر جدوائية المشاركة والمساهمة في الوطن. وهاي الفرصة اللي أتاحت لنا الآن بالقيادة السياسية الجديدة جعلت نفهم آمال على أن مدد قد تساهم في وطنها، ونراعي لنا المساهمة يلا تتم من خلال المدينة اللي انتمى لها رجاج ويسكن فيها، واللي يشهد على مشاكلها ومعاناتها. هذه المعاناة أنا درستها وتنقسم إلى قسمين: معاناة مادية ومعاناة فكرية. المعاناة المادية تترتب على الأزمات اللي تعاني منها والمشاكل اللي تعاني منها المقاطعة، ابتداء من مخلفات سيول 2007 ومشاكل المدينة القديمة ما تسمى بالجديدة، ومشاكل الأحياء اللي طلعت الفوق على السيف وعلى البلدات الأخرى اللي تعاني هي أيضا أخرى من العزلة ومن قلة المياه ومن قلة الكهرباء. هذا يضاف له بطبيعة الحال مشاكل الشباب اللي هي مشاكل بنيوية بتعم موريتانيا كاملة وإحنا جزء منها. هاي الأمور والإحساسات اللي ليش نتابعها ونشوفها جعلتني على أني نشعر على أني نتقدم للإيجابيات. ليس غرض مني الحصول على جواز دبلوماسي ولا الشهرة ولا الجلوس في قبة البرلمان، وإنما أرى أن يجب أن نشارك، والمشاركة يجب أن تكون عن طريق مؤسسات ديمقراطية كالبرلمان. وهذا يخول لي بحكم تجربتي ومعرفتي بياسر من الكواليس والملفات وتكويني المهني والأكاديمي أني نقدر نصنف ونشخص المشاكل الموجودة وندافع عنها بكل أمانة وبكل نزاهة، ونعود مولي نربط بين المشاكل المحلية والتوجهات العليا في القمة، بحيث أن يعود هناك رؤية واضحة للقيادة ولأصحاب القرار عن ما يجري في المقاطعة اللي تعتبر هي رقم واحد من ناحية السكان ومن ناحية النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة. هذا البريزم والله زاد الحاجز اللي حايل بين القيادة مع مشاكل الناس. نختار نعود من الناس اللي تساهم في كسره، لأني أرى أني مؤتمن على برنامج الرئيس من جهة، وأرى مولي على أني مؤتمن على أخوتي وأهلي في طينطان. قد يطرح هذا السؤال من فترتك وزير ايش عدرت؟ الفترة اللي جيت فيها بدأتها بوزارة الداخلية، وكانت فترة أمنية من نوع خاص، ونراعي لأني ضميري ما يأنبني في ذاك اللي عدرت فيها. غير ذاك ما أحكمني عن نتابع مشاكل المقاطعة. أنا ذاك عندي الأدلة والوثائق أني هو اللي عدلت التقارير عن مشاكل العطش والمياه اللي نداروا لها 2005. أنا هو اللي معدل عنها التقارير، وأنا هو اللي طلبتها وضغطت على الدورين دارتها. الثانوية الموجودة اللي بتمويل ياباني أنا هو اللي ضغطت لأن انحصرت عليه. معناها أني كنت دائما أرى مشاكل المياه ومشاكل الفقر ومشاكل التعليم. هذه الثنائية اللي هي مشاكل الفقر والتعليم، نراعي لأنها كلها تؤدي للأخرى. الفقر هو اللي يؤدي لانحطاط التعليم، وانحطاط التعليم هو اللي يؤدي للفقر. وهذا ما يقدر يخلق بين عشية وضحاها، لكن نحاول ندير الأمور على السكة ونعود في تناغم وماشيين في توازي مع الخيارات الموجودة اللي هي اللي احنا نراوها جعلتنا احنا هاو كامل ناخذ من بيوتنا وناخذ من ترويقتنا الين نظهروا للواجهة اللي شعرنا لأن ما هناك مضايقة في أفكار ولا آراء لا يقدر رجاج يساهم بها. وراجل من أهل الطينطان وراجل من الناس الخيرة كاملة على أنها تعاوني به، يعرفوني ما عندي هدف
أغراض شخصية من هذا النوع. هذه هي الدوافع باختصار والأهداف اللي جعلتني إلى أن نقرر هذه الخطوة السياسية اللي أنا قررت في إطار الوصول للبرلمان. وأشكر.